بالخاصة عندما نجد مؤسسة بهذا المسمى اسمعونا لها الكثير من الأنشطة، سواء كان مبادرات معنية بمكافحة الالتهاب الكبد الفيروسي سي، أو مكافحة أمراض العيون، أو الكشف المبكر عن أمراض العيون ومسبباتها المختلفة. معي ضيفا عزيزا الأستاذ مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا. مرحبا بكم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ مصطفى، من أين أتت الفكرة؟ الحقيقه الاول خلينا نشكر حضرتك ان احنا نكون موجودين معاكم النهارده. احنا دايما عندنا يقين كده ان وزاره الصحه من الاسباب اللي شجعتنا على النزول للمواطنين في كل القرى والنجوع. كنا بالحقيقه بننسق مع سيد الوزير الصحه في ملف فيروس سي من خلال مؤسسه اسمعونا، وكنا متخصصين وما زلنا حتى الان في مكافحه هذا المرض اللعين بالتعاون مع الجانب الحكومي. نعم. الدوله انجزت انجاز كبير جدا متمثله في وزاره الصحه وفي اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه، وكان في تعاون وثيق ومرتبط حتى الان ان احنا بننسق في قرى او محافظات بنشتغل في فيروس سي بجانب دور الدوله اللي بيحصل. الدوله في 1.5 مليون مواطن تم شفائهم او تم علاجهم بفضل الله وانتهاء قوائم الانتظار. احنا كان لنا اسهام 600 الف مواطن مسح طبي، وده بالتنسيق مع اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه داخل الوزاره. فلما اتحركنا في هذه الجزئيه ولقينا ان احنا قادرين بفضل الله ودعم اهل الخير والقطاع الخاص والمسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص، الدولة في 3 أضلاع للتنمية أو التنمية المستدامة. لو ما فيش دور الحكومي مع المجتمع المدني مع دور القطاع الخاص، فالحقيقة الدولة ما تقدرش تشتغل لوحدها. تمام. فعرضنا هذا الإنجاز على السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب في أسوان العام الماضي. نعم. ولقى قبول واستحسان كبير جدا، وتم تكريم المؤسسة من قبل السيد الرئيس. ثم عرضنا على سيادته ملفات للحضانات في محافظات الصعيد، والحمد لله أنشأنا مركز حضانات في الأقصر بالتعاون مع وزارة الصحة، ثم أنشأنا مركز حضانات أو نساهم في إنشاء مركز أكبر في محافظة أسوان. نعم. والآن نعمل على مركز آخر في المنيا ثم كفر الشيخ. وأطلقنا مبادرة أخرى اسمها وقتك لبلدك للخبراء الأجانب المصريين اللي بره. بنجيب كل شهر الحمد لله مجموعة من الخبراء الأجانب المصريين اللي هم في شهرة وعلم دكتور مجدي يعقوب في مجالات مختلفة. فالحقيقة فكرنا واحنا بنشتغل على الأرض إيه مسببات العامة. بنلاقي ناس كتير جدا عندها ميه بيضاء وميه زرقاء، وللاسف لا عندهم تكلفه يعملوها. الاطفال بتتسرب من التعليم عشان عندهم مشاكل قصر او طول نظر ومش مش مستوعبين ده الاهالي. الحوادث اللي في الطرق مسببات كتير جدا. في مشكله في النظر عند السائق العربيه النقل، مش المخدرات بس. للاسف الشديد اكتشفنا ان ده تاثيرها على الاقتصاد والاجتماعي على المجتمع او على ميزانيه الدوله تتعدى ال 10 مليار في السنه من مسببات فقدان النظر. نعم. المنظمه الصحه العالميه، وده الحقيقه ما نقدرش نجزمه ان هو رقم يعني موثق رسميا يعني، لكن اخر احصائيه عملوها كانت في 2015 ان احنا عندنا ما يقرب من 4.5 مليون عندهم ضعف في الابصار. تمام. ولازم نوضح في فرق كبير جدا بين فقدان بصر تام او كف البصر وبين ضعف الابصار. ضعف الابصار ممكن تكون الميه البيضاء والميه الزرقاء، ضغط العين، شبكيه، قرنيه، زفره، كل انواع المشاكل اللي هي امراض العيون. فالحقيقه فكرنا وقتها ان احنا لازم نفصل النشاط عن مؤسسه اسمعونا، عشان احنا مكرسين وقتنا وجهدنا في اسمعونا للحضانات وخبراء الاجانب وفيروس سي. تمام. وانشانا مؤسسه من هذه اللحظه وهي تسمى في ديسمبر الماضي مؤسسه صناع الخير للتنميه. الحمد لله كلفت من مجلس الامناء المؤسسه برئاسه المجلس الامناء فيها رئيس مجلس امناء مؤسسه صناع الخير، وكلفنا المجلس الامناء وفريق العمل في 10 محافظات بالعمل على سكريننج او مسح طبي لمسببات العمى او فقدان البصر. تمام. واكتشفنا ان امراض الميه البيضاء بالذات او الجلوكوما والكاتاراكت الاثنين، لا ده مشكله كبيره، مشكله تؤرق المجتمع المصري. واحنا في مجهود بيحصل فيها جبار من مراكز وزاره الصحه، من مديريات الصحه في كل المحافظات، من الدكتوره غاده والي وشغلهم في التضامن الاجتماعي والتعاون مع كبرى الجمعيات الاهليه. طيب احنا دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نخاطب المجتمع، نخاطب الراي العام، ان المجتمع المدني هيشارك مع الوزارات المعنيه، وهي الوزاره المعنيه الاولى هي وزاره الصحه، لكن ما نقدرش نقول ان كل العبء عليها. لا يمكن دوله تقدر تشتغل لوحدها في هذا الملف. تمام. لما طرحنا الموضوع في جلسه العداله الاجتماعيه، وانا الحمد لله يعني عرضت على السيد الرئيس الفكره ان احنا الحمد لله اطلقنا مبادره عينيك في عينينا من خلال المؤسسه. احنا الاثنين مؤسسه اسمعونا وصناع الخير عندنا القدره، عندنا فريق عمل موجود من وقت المسح الطبي الفيروس سي. طب ليه ما نكملش بيه؟ ليه ما نعملش هذا الانجاز من 2018 19 2020 مع الاتفاقيه اللي مصر موقعها مع منظمه الصحه العالميه فيجن 2020 بالظبط يا فندم. نعم. فنزلنا عملنا مسح طبي الحمد لله دلوقتي في اكتر من 4 محافظات، اكتر من 12 قريه او 13 قريه لغايه امبارح. بنعمل مسح طبي لكل سكان القرى اللي هم الغير قادرين.
بنستهدف على قدر الامكان كل الناس اللي شاكه في اي حاجه، اللي عندها مشكله بنعمل توعيه. في استراتيجيه طبعا هتتعمل بعد التبرع او الاسهام من السيد رئيس صندوق تحيا مصر بالمليار جنيه. الوزارات المعنيه هي اللي بتتكلف ان هي تحط الاستراتيجيه بتاعتها. نعم. بنحط امكانياتنا كلها تحت امر الاستراتيجيه. ما يعني انا الهدف ان في الاول وفي الاخر اي مريض غير قادر نقدر نعمل له العمليه. تمام. آه، أستاذ مصطفى، دعني أنتقل يعني مرحليا. طمن على نفسك والجزء المعني بالالتهاب الكبد الفيروسي سي أو منهجية مظبوط. القضاء عليه، سواء كانت مجهودات تقوم بها منظمات مجتمع مدني أو مؤسسة اسمعونا أو حتى أو صناع الخير بمسمياتها ومترادفتها المختلفة. هناك أنشطة حكومية وأنشطة مظبوط. مجتمع مدني. مظبوط. بداية 600 ألف واحد تم الكشف عليهم فيما يخص طمن على نفسك. مظبوط. كلام جميل. مظبوط. الانتقال من مرحلة لمرحلة، هذا يعني أنك يعني ربما هذا ما وصلني أنك تنتقل من الكشف عن فيروس سي إلى مكافحة العمل. خليني اقول لحضرتك أم انا الاثنين سويا؟ لا، هنشتغل لكن مش بنفس القوه بتاعت 2017 في فيروس سي، نعم. لان بصراحه الوزاره انتشرت في كل المحافظات الان. وزاره تمام. الصحه كانت تعمل مسح طبي في محافظات الصعيد، والحقيقه اول ما اشتغلت وزاره الصحه في محافظه الصعيد هنا دور الدوله بقى اكتمل رسمي، يعني بقى في قدره ماليه على المسح الطبي لكل المواطنين على مستوى الجمهوريه. الحقيقه حصل سكريننج من وزاره الصحه ل 5 مليون، وده عدد ضخم جدا. تمام. ووزاره الصحه تنتقل الان لمحافظات وجه بحري في الخطه القادمه يعني، او في العام 2018. فبالتالي ما ينفعش اكون شغال الدوله بتمسح وانا بمسح وغيري بيعمل مسح، لازم يكون في تنسيق. فاحنا راينا في المجلس الامناء ان احنا نقدر نشتغل على سكيل اصغر من الدايره اللي كنا موسعينها في 4 أو 5 محافظات. كويس. والسكريننج ده مش معناه ان انا انهيت الملف، انا كنت بساعد الدوله في المسح الطبي، لكن تلقي العلاج العلاج او البي سي ار او التحاليل المؤكده كانت الدوله اللي بتعمله، مراكز كويس. وزاره الصحه. كويس. عشان نكون صادقين، وعندنا برضو مبدا الشفافيه والمصداقيه في هذه الجزئيه. انا ما اقدرش اتكفل بالبي سي ار ولا اقدر اتكفل بالدواء. فالحقيقه انا نسقت مع الدكتور احمد عماد في اكتر يعني من السكريننج ده بيتم بكويك تيست مثلا؟ بنعمل الانتي بادي الاجسام المضاده بتحليل الايزا، بيطلع منه بوزيتيف بنحوله لمراكز وزاره الصحه. بنتنا متابعين مع المريض اللي ياخد 3 جرعه، يعني تمام. خد 3 جرعه بتوعه في 3 شهور، فاحنا كده مسؤوليتنا انتهت. المريض الحمد لله خد شهاده انه معافى من فيروس سي، فالحمد لله يعني كل المرضى اللي طلعوا بوزيتيف من 600,000 الحمد لله تنين متابعين معاهم لغايه اخر كم لحظه. في المية يا دكتور مصطفى؟ الحقيقه ما اقدرش اقول كام في الميه، لان الاحصائيه اللي تعلمها الوحيده هي اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه. نعم. لكن احنا اي مريض كان بوزيتيف في التحليل الانتي بادي ثم طلع بوزيتيف في البي سي ار كنا بنتابع معاه في المستشفى في محافظته في اي مركز، يعني كنا في ملاوي، في بني مزار، في كل المراكز اللي في المني على سبيل المثال. ثم انتقلنا الغربيه اللي اشتغلنا المنوفيه، حتى الان شغالين في المنوفيه المحافظه الوحيده اللي باقيين فيها. تمام. ثم انتقلنا لكفر الشيخ البحيره، واشتغلنا جزء في الدهليه، اشتغلنا جزء في الشرقيه، اشتغلنا جزء في الاقصر. فالحقيقه كان عندنا انتشار او توسيع القاعده بتاعتنا بمكاتبنا الفروع اسمعونا ومؤسسه صناع الخير، لان هي في توأمه ما بين المؤسستين في هذه الجزئيه. لما لقينا نفسنا قادرين نشتغل على مسببات العمى او فقدان البصر او كف البصر، عشان نبقى برضه بنحافظ على الفاظنا شويه عشان ما حدش يزعل من الكلام، لكن الحقيقه عشان نكون صادقين هي منظمه الصحه العالميه صنفته هي مكافحه العمى. تمام. لكن هو احنا بنرتقي بالاسلوب شويه في الوطن العربي وبنتكلم فكره كف البصر او فقدان البصر او ضعف الابصار، لكن هي المسمى العلمي هو العمى، وده احنا بنتكلم بالجانب العلمي مش الجانب الانساني. فلما اشتغلنا على هذه الجزئيه ونزلنا تبين لنا ان هناك اسباب نستطيع ان نتفادى مسببات الفقدان البصر بشكل نهائي في حاله التدخل او الكشف المبكر. تمام. تمام. الكشف المبكر هنا ما بيكلفناش تكلفه كبيره ولا حاجه كمجتمع مدني. حقيقه دخل معانا قطاع خاص المسؤوليه المجتمعيه بتاعتهم وبداوا كويس. يتبرعوا الحمد لله. في افراد مصريين بيتصلوا يتبرعوا في المؤسستين. لقينا قطاع المجتمع المدني كل الجامعات الكبرى اللي موجوده في مصر بدات تشترك الحمد لله. دكتوره غاده والي بتجتمع الان مع بعض الجامعات الاهليه الاخرى تشارك معنا في نفس الحمله اللي عينيك في عينينا مكافحه العمى. فقادرين ان احنا نقول في 2020 على الاقل ال 800,000 او من 800,000 لمليون مواطن حسب الاحصائيه اللي وزاره الصحه اللي منظمه الصحه العالميه ابرزتها يعني او تحدثت عنها، نقدر نكون وصلنا للعدد ده بالمليار ان شاء الله المخصص ده لكل الدوله. مش احنا نعم. مش لسنا معنيين بصرف المليار او انفاق المليار في هذه الحمله، احنا نبقى جزء من الشركاء في الحمل. الشركاء المعني الرئيسي هي وزاره الصحه طبعا في المقام الاول، المعني ايضا المجتمع المدني هي وزاره الضمان الاجتماعي الدكتوره غاده والي، صندوق تحيا مصر، كل الجامعات الاهليه ذات الايادي البيضاء في هذا المجال. فاحنا يمكن بنجمع كل جهود الناس عشان نجتمع
ونقدر نحط استراتيجيه واضحه ل 2020 ان شاء الله. هذا ما نتمناه يا أستاذ مصطفى. يعني عقب ثورة ال 25 من يناير يعني توافد على وزارة الصحة والسكان تسع وزراء. واحدا من هؤلاء الوزراء عندما سئل أو سأل عن أبرز المشاكل في وزارة الصحة، فقيل له أنه لدينا عجز في الحضانات والرعايات المركزة. مظبوط. فقال فليكن في الغد إضافة 2000 سرير رعاية مركزة و2000 حضانة. قيل له آنذاك بأن المشكلة ليست في الأسرة ولكن في فرق العمل التي ده حقيقي. يعني قادرة على تشغيلها. قلت مشكورا بأنك أنشأت وحدات الحضانات واطفال للحضانات مبتسرين. في عدد من المحافظات. مظبوط. ماذا عن آلية التشغيل تحديدا؟ وهذه جزئية معنية ده مهمة. جزء مهم جدا في سؤال حضرتك، لان ده المشكله كانت بتؤرقنا دائما. الحقيقه لما جينا ننشئ في محافظه الاقصر على سبيل المثال، احنا خدنا مكان من وزاره الصحه. هو مركز الحضانات في وزاره الصحه في الاقصر، وكان التنسيق مع السيد وكيل وزاره الصحه بالمحافظه والدكتور محمد بدر محافظ الاقصر. الحقيقه يعني ساعدنا بمساعده كبيره جدا. كلمنا حتى وقتها الدكتور احمد عماد وطلبنا منه دعم، وجالنا دعم محضنات من الوزاره ومن القوات المسلحه، وجالنا من صندوق تحيا مصر 20 حضانه في الاقصر الدولي كمان، مش في المركز ده. كويس. فقدرنا نعمل طفره كبيره، لكن كان عندنا مشكله تؤرقنا دايما، مين اللي هيقيم على الاشراف من التمريض والاطباء فالحقيقه الدكتور احمد كان في زياره الاقصر وطلب توفير فريق كامل مدرب من مديريه الصحه يشرف على هذا المركز، وتم تسليمه بالكامل لوزاره الصحه. لما انتقلنا لاسوان ايضا هناك نفس الفكره، اطباء والتمريض مكلف من تكليف من وزاره الصحه بان يكون هناك دعم لهذا المركز بشكل متكامل من قبل وزاره الصحه. هل انا قادر ان انا اعمل التدريب ده او اعمل نوع من الدعم؟ لا، الحقيقه عشان نكون صراحه، العنصر البشري هنا هو الجزء الرئيسي او المعني به هي وزاره الصحه، ليست الجامعات الاهليه. الجامعات الاهليه تجمع تبرعات لشراء الحضانات، تعمل على صيانتها لبعض السنوات، لكن لسنا قادرين على الرعايه الكامله في فكره العنصر البشري. تمام. أن تتواجد مبادرة عينيك في عينينا في العديد من المحافظات. هناك أقسام للعيون متواجدة في المراكز أو المستشفيات المركزية والعامة، في الجامعات المصرية، في معاهد متخصصة، معهد بحوث العيون رمد الجيزة، المعهد القومي للعيون بيرود الفرج، وغيرها من المستشفيات المعنية بالرمد في المحافظات المختلفة. آلية الانتقال بقافلة فيها تخصص طب العيون واستلام ومجموعة من الأجهزة مظبوط. لفحص قاع العين، وبالتالي الأشياء التي ربما تستتبع ذلك من تدخلات جراحية أو مساعدات الإبصار، سواء كان بالنظارات أو أشياء من هذا القبيل. كيف تتم الحرفية بالانتقال من قرية إلى أخرى بأجهزة بفرق طبية وغيرها؟ الحقيقة احنا تعاقدنا مع عشان نكون ما بنضيفش عبء أو كاهل على الدولة. دور المجتمع المدني انه يخفف الكاهل ده والعبء عن الدوله، فمش معنى ذلك ان انا مش هروح اتعاقد مع مستشفيات الجامعيه ووزاره الصحه هم عندهم ما يكفيهم من المرضى ومن قوائم الانتظار، فانا دوري ان انا اخفف قوائم الانتظار. فهناك العديد من المستشفيات القطاع الخاص والمراكز الطبيه المتخصصه في جراحه العيون والكشف على امراض الرمد. تعاقدنا الحمد لله مع اكبر المستشفيات والمراكز الطبيه الموجوده. هناك تعاون ان شاء الله مع السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير الصحه في الجزئيه الخاصه بالمستشفيات الخاصه بالوزارتين. لكن احنا يمكن كان عندنا في استراتيجيتنا ان احنا مش عاوز اضيف العبء، انا بخفف العبء عن المستشفيات، لان هناك قوائم انتظار عديده لكل العمليات دي. فوقت تعاقدنا كنا بنتفق مع المستشفيات بفرق عمل طبيه كامله بالمساعدين بتوعهم من المراكز، بالاجهزه اللي بتكشف على قاع العين او بتكشف على المقياس النظر او بتحدد الميه الزرقاء ضغط العين عامل ايه. فيعني كل التخصصات الطبيه، انا مش طبيب عيون يعني عشان اقدر اتكلم في الجزئيه دي، لكن كنا حاطين رولز كده في قواعد من استشاري طبيب للحمله معانا في المؤسسه، وبدانا نحط هذه القواعد. نشتغل اي مركز او مستشفى خاص يتعاقد مع الحمله بنبدا نتفق على هذه القواعد، يطبق القواعد ويتراعى بشكل رسمي عشان يبقى في جوده في الكشف وفي الفحص وفي المتابعه بتاعت العمليه. الامر الاهم بقى احنا كمان بعد اجراء العمليات ب3 ايام او يومين بنجيب المرضى تاني في نفس المراكز ونبدا نعمل متابعه ونتاكد من نجاح العمليه الحمد لله. والفرق العامله متطوعه؟ لا طبعا باجر، يعني بيتم الحساب مع المستشفيات باسعار طبعا اقل من تكلفتها بكثير. يعني يمكن تكلفه العمليه ما تجيبش تلت العمليه بالشكل الخاص. لو مريض رايح يعملها من نفسه مع اي مستشفى او في اي مكان بره وزاره الصحه او بره التامين الصحي،
هنا ما بيدفعش فلوس في الوزاره دي او هذا مستشفى فيما الجامعه. يخص التدخلات الجراحية، لكن الفرق القوافل وغيرها، هل يتقاضى الفريق الطبي لا، في مقابل؟ المسح الطبي ما فيش اي ما هذه تكلفه جزئية خالص. أود أن أبرزها يا أستاذ مصطفى، لأنها يعني جزء فيه كثير من التنافسية. أنا صحيح كطبيب صحيح. لدي القدرة أن أتواجد معكم أو غيري أو غيري، مظبوط. يعني هذه جزئية يعني تعطي انطباع بأن الباب مفتوح لمن يريد أن فورا يتسابق معنا. نعم. فورا احنا ده تلقينا اتصالات كتير جدا من مراكز طبيه ومن اطباء عيون نعم. واساتذه من الجامعه بصراحه عاوزين يشاركوا معانا، وده شيء يشرفنا ان احنا بنشتغل كل جمعه في اكتر من يمكن 12 قريه. فالموضوع كبير، مش استراتيجيه لفكره ان انا بشتغل كام شهر واقعد، انا بشتغل 3 سنين. اي متطوعين من الاطباء، سواء اطباء العيون او الاساتذه الجامعيين او مراكز طبيه خاصه، احنا يمكن نتواصل معانا مركزين، اتنين من اكبر مراكز العيون في مصر يعني، نعم. ومتبرعين ومتطوعين بعدد كبير جدا من العمليات الحمد لله. وده شيء بيسعدنا. لما بنيجي حتى نتعاقد باجر العمليات الجراحيه، لو العمليه بتتكلف اكس من الاموال يعني بنقدر ناخد 20 خصم 30%. 50. لا، نعم. وصلنا ل 50% كويس الحمد لله. كويس. وده شيء بيبشرنا او يدينا امل شويه ان احنا قادرين نعمل اكبر عدد ممكن. كنا مستهدفين 100,000 مواطن نجروا له عمليات. الحقيقه بعد الحلم الكبير اللي الرئيس نقل الفكره من مبادره لحمله قوميه، يعني نعم. هتبقى استراتيجيه لحمله مكافحه او القضاء على مسببات فقدان البصر. ده شيء مش قليل، مش هتشتغل فيه مجتمع مدني بس ابدا على الاطلاق يعني. لكن الامر بيستوعب مننا احنا كمان نقعد نفكر ونعيد ترتيب اوراقنا تاني، في فكره ان انا كنت هشتغل 10 محافظات بس في 6 نعم. شهور، نعم. انا اقدر اضيف كذا محافظه معايا في العمل. بنسق الاول دلوقتي 5 محافظات بحري و5 محافظات في وجه قبلي، فقادر اعمل يعني في خط متوازي كده ان انا اكون شغال في قبلي وبحري في نفس التوقيت. في فرق طبيه شغاله في محافظات بحري، وفي فرق طبيه ايضا شغاله في وجه قبلي في نفس الوقت.